والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ منورين مكتبتك. معاكم محمد في فيديو جديد وريفيو جديد لواحده من ساعات الكوبي الابل اللي توفرت مؤخرا في السوق المصري، وهي الساعه اتش كي 10 برو ماكس بلس، احدث ساعات الاتش كي. كل سنه وانتم طيبين، رمضان كريم، واول فيديو لينا في رمضان واول فيديو لينا بعد انقطاع الواحد عدى انقطع كتير. ما تشجعونا يا جماعه، يعني بتشجعونا على الريفيوهات احنا بقى لايكاتك بقى وسبسكرايباتك كده، مش معقوله يعني ما عادش الواحد عنده حماس كده للريفيوهات، فرجعونا بقى تاني. احنا النهارده نعمل ريفيو للساعه اتش كي 10 برو ماكس بلس الجديده، احدث فيرجنات الساعات الاتش كي. وخليني اتكلم معاك كانك اول مره تتفرج على ريفيو ساعه، لانك لو انت متابع السلسله كلها او لو انت اتفرجت على الفيرجن السابق فيعني الموضوع مش مختلف قوي، اللهم ان انت بتاخد بس ساعه احدث. عارف اللي هو انت بتشتري، بدل ما تشتري ساعه اتصنعت من 6 شهور لا تشتري ساعه اتصنعت من شهر واحد، فانت معاك عمر افتراضي. لو انت داخل تتفرج اول مره او لو هتشتري اول مره، طبعا هيكون ده اختيار موفق ومن احسن الساعات الكوبي الابل حاليا سيريس 10. بجرب الساعه بقى لي حوالي 5-6 ايام، تجربه ممتازه جدا. صورت كل الريفيو بتاعها، لكن خلينا بقى نخش مع بعض كده بالترتيب ونتكلم عن اول جزء، وهو الانبوكسنج ومحتويات العلبه الخاصه بالساعه الاتش كي 10 برو ماكس بلس، الفيرجن الجديد من ساعات الاتش كي. زي ما انت شايف الساعه بقى اضاف عليها هنا الريب، ده اوبشن جديد، وكمان اضاف هنا البلوتوث نتورك شيرنج، تقدر انت تشير الشبكه بتاعه الموبايل مع الساعه. بقيه الحاجات تقريبا كلها موجوده زي اللوكال البوم وكتب، وان انت تاخد فوتو الصوره. في طبعا تقدر تحمل الالعاب برده من على البرنامج مباشره، بس كلها تفاصيل يعني هنكتشفها مع بعض. زي ما انت شايف اهو اسم الساعه هنا، المقاس بتاعها 46. الناحيه الثانيه بيكون اللون الاسود، وفي الظهر طبعا ما فيش غير الكيو ار الخاص بالبرنامج. نفتح مع بعض يبقى العلبه كده ما شاء الله. اول حاجه بيبين عندنا الكتالوج اللي احنا شفناه، والمعتاد عندنا شاحن الوايرلس برضو المعتاد. الاسترابين المعتادين مع اللون الاسود بيكون جايه بالاستراب السيليكون المضلع بالشكل اللي انت شايفه دوت، دي خامته. عندك كمان الاستراب السكوتش بقى او اللزق، ده خامته، والاسترابات الحلوه جدا اللي بتيجي مع الساعه. اخر حاجه بيكون عندنا في العلبه وهي شكل الساعه. بنعمل ريفيو باللون الاسود، هو المتوفر حاليا، مش متوفر الوان ثانيه. فده طبعا الساعه جايه بنفس تفاصيل السيريس 10، شكل السماعتين، البادي اللي جاي كله حته واحده مع الظهر، كل التفاصيل بتاعت السيريس 10، وتقريبا هي بالملي برضو نفس الشكل بتاع الاتش كي ال 10 برو ماكس اللي قبل كده، نفس الزرار. فدي تفاصيل الانبوكسنج ودي محتويات العلبه. هنخش يلا على الجزء الثاني من الفيديو ونتكلم عن السوفت وير والمواصفات التقنيه الخاصه بالساعه. وبيكون عندنا عباره عن، او تفصيله الجزء دي بتكون عباره عن ان احنا بقى بنشغل الساعه وبنشوف ايه كل التفاصيل الداخليه بتاعتها، كل الامكانيات اللي جوه السوفت وير. الساعه بتتفتح بضغطه طويله على الزر اللي تحت ده بالشكل ده، بتلاقي اهوت عندك كلمه ويلكم طبعا وير فيت برو البرنامج، وده شكل الساعه. دي طبعا ايه خلفيه من الخلفيات اللي انا منزلها على الساعه. خلينا نبدا على طول الفيديو ونتكلم عن الخلفيات. زي ما انت شايف اهو الريبوت او الاداه الذكاء الصناعي اللي ممكن تسالها. هنشوف دلوقتي في الجزء الخاص بالكونكشن التفاصيل دي، وكل بقى ما بتخش وتخرج مكانه ايه بيتغير على الشاشه زي ما انت شايف بالشكل ده. بالنسبه للخلفيات عندنا في خلفيات بتتغير بالشكل ده كده، وضغطه طويله عليها تقدر انت تجيب الخلفيه اللي بعد كده. برده الخلفيه دي لونها بيتغير بالشكل دوت، وبعد كده عندك الخلفيه دي برده شكلها بيتغير بالشكل اللي انت شايفه ده. يعني في مجموعه من الخلفيات المميزه جدا. دي الخلفيه الجديده بتاعت الاتش كي 10 اللي الايكون فيها بيقع كده لما بتحرك الساعه. عندنا الخلفيه المميزه دي برده من الخلفيات الحلوه جدا اللي تقدر تعمل اكشن مع الحاجات اللي موجوده فيها. يعني مثلا لو احنا ضغطنا على الويزر كده بيجيب لك الويزر، او ضغطنا على المود الرياضي هيجيب لك المود الرياضي. طيب عندنا ايه كمان؟ في برده الخلفيه الجميله دي اللي بتاعت السيريس 10 الجديده اللي الوانها بتتغير بالشكل ده. عندك بعد كده في بقى الخلفيه دي والخلفيه دي، وبعد كده دي الخلفيه اللي تقدر تعملها بالذكاء الصناعي. عندك بقى لو انت حملت خلفيات، دي كلها خلفيات انا محملها على الساعه. زي ما انت شايف الوان الشاشه مميزه جدا جدا جدا. طبعا انا بتكلم معاك اكنك اول مره تشوف الساعه، يعني مش بكمل على الاتش كي 10 القديمه، لان هو الاختلافات هتكون حاجات بسيطه، وحتى فرق السعر برضه فرق بسيط. لكن انت هنا ما دام بتشتري اول مره فعادي اشتري الاحدث، ليه اشتري الاقدم يعني تقريبا؟ لان برضه مهم جدا عندنا في الساعات تاريخ صناعه الساعه، دي مهمه ومعلومه حلوه جدا. انا قلت مهلك دلوقتي، لان كل ما الساعه تاريخ تصنيعها قدم كل ما انت بقالها البطاريه بقالها فتره كبيره. معنى ان البطاريه بقالها فتره كبيره في الساعه ان عمرها الافتراضي بدل ما تقعد سنتين تقعد سنه ونص، تقعد سنه، وهكذا. دي معلومه مهمه ليك تعرفها برضه من خلال الفيديو يعني. طيب لما بنصور من فوق تحت كده بنخش على الاشعارات، وزي ما انت شايف الاشعارات بتيجي بشكل كويس جدا. واتساب بيجي بشكل واتساب، وده اللغه العربيه بتبقى واضحه وشكلها مميز جدا. وتقدر انت كمان تكبر وتصغر
وصغر الخط. ولو انت عايز تخش على الفيسبوك، عايز تخش على اشارات الفيسبوك، فتمام برضه الاشارات شغاله معاك بشكل كويس حسب ما انت موصل الساعه على انه بقى. من السوايب من فوق لتحت كده بنخش على برضه اختصارات، شاشه الاختصارات فيها بقى التايم واليوم وشويه برامج ممكن تقدر تخش عليهم بشكل سريع. ولو انت كملت لحد فوق كده خش على المنيو بتاع الساعه والتاتش. طبعا التاتش بقى ما اكلمكش عن التاتش والسلاسه الرهيبه اللي موجوده في ساعات الاتش كي. من السوايب من الشمال اليمين كده خش على الشاشه الجانبيه اللي برضه فيها شويه اختصارات وانت ممكن تغير الشكل ده بشكل ثاني. من السوايب من اليمين للشمال بنخش بقى على الشاشه الجانبيه اللي فيها نبض القلب وعدد قياسات النوم والطقس او الويزر، التحكم في الساوند. خلينا نوصل الساعه ونشوف الحاجات دي بشكل افضل كده. احنا وصلنا الساعه، فخلينا اوريك برضو ده هيكون شكل الطقس طبعا بشكل حلو جدا. وعلى فكره بيتغير مع درجه حراره الجو، ممكن تلاقيه بالليل بيسود، لما يكون الجو ضبابي يكون الشاشه مغيمه وهكذا يعني. طبعا التحكم في الساوند اللي هنتكلم عنه بالتفصيل في الجزء الخاص بالكونكشن شغال بشكل كويس، تقدر تسمع من الساعه او تسمع من الايربود وات يعني. الدنيا حلوه قوي زي ما انت شايف. بقى مع الطقس كمان هتلاقي بقى هنا درجه البوصله والرطوبه وشغل حلو برضو موجود في الطقس. وعندك بقى درجه حراره على مدار الايام. بالنسبه للسكرول فعندك ضغطه كده بتدخلنا على قائمه، وعندك ضغطتين بتجيب لك بقى الحاجات اللي انت شغلتها مؤخرا، وضغطه طويله بتجيب لك الريبوت او المساعد الذكي بتاعك اللي احنا نقدر نوصله من خلال الاوبشن دوت. وكده خلاص الكونكشن تم، فنقدر ان احنا بقى ايه. فده بالنسبه للزرار بتاع السكرول. طبعا عندنا ان احنا نقدر ان احنا نسكرول برده في القائمه بالشكل ده، او نسكرول جوه اي حاجه بالشكل اللي انت شايفه معايا ده. طبعا عندك الزرار اللي تحت ده بيدخلنا على الشورت منيو او الاختصارات برده اللي فيها شويه حاجات نظبطها على الساعه زي الويك اب والبلوتوث، بطاريه اللي هي الشير نتورك، وضع عدم الازعاج، الكيو ار الخاص بالبرنامج، الاولويز اون ديسبلاي. نخش هنا على السيتنج، نتكلم الريبوت مباشره، الاضاءه مستمره للشاشه. وعندك هنا بقى في التحليل في شويه برده حاجات تقدر ان انت تضيفهم، طبعا في انك توصل ايربود، في انك تتحكم في الفيديوهات مباشره، وضع توفير الطاقه، التحكم في السطوع، الكشاف. دي كلها حاجات هنا، التسجيل الصوتي وتعمل اكتمل كده. الحاجات دي كلها تبقى موجوده هنا. لو احنا مثلا عايزين نخش على التحكم في الفيديو بالشكل دوت، عايزين نتحكم في السطوع بتاع الشاشه بالشكل ده وهكذا. ده بالنسبه للشاشه الرئيسيه والحاجات اللي فيها. تعال نخش بقى جوه القائمه ونغير شكل القائمه للشكل المعتاد اللي بنعرف نشرح عليه. طبعا الاشكال ما اتغيرتش، هي اللي موجوده في الاتش كي 10 برو ماكس، لكن في البلس هنشوف بقى دلوقتي ايه اللي موجود. اول حاجه هيكون عندنا معدل ضربات القلب، خلينا نشوف هي بتقيس في الهواء ولا لا، وبرده نقارنها بالاكسومتر كنوع من انواع العدل يعني في تجربه الساعه او في الريفيو اللي بنقدمه الساعه. هي مش بتقيس في الهواء، فخلينا نقيسها مع الاكسومتر. لبس لك بقى الاستراب بتاع الساعه، الاستراب الخاص بتاعي. وعايز اقول لك ان الاستراب ده واحد من افضل الاسترابات اللي جربته. واحد يقول لي يا عم ليه في ايه؟ عشان خاطر الاستراب دوت بيكمل شكل الساعه، عارف، بينزل مع البادي بتاع الساعه كده، خلاف الاسترابات العاديه اللي خلينا اوريك شكلها واعرفك. جبت لك بقى الاستراب العادي بتاع الساعه. بص هنا الاستراب يبقى قطعه الحديد ونازل الاستراب صغير، بخلاف هنا ان الاستراب نازل حته واحده. فخلينا نشوف لما هنركبه على الساعه. بالمناسبه دي الساعه الاتش كي 10 برو ماكس العاديه اللي هي مش البلس، احنا بنعمل ريفيو البلس، لكن دي الاتش كي 10 البرو ماكس العاديه. شوف بقى شكل الاستراب كده، ادي الاستراب شكله عامل ازاي على الساعه. يعني القطعه دي الاستراب بينزل صغير، بينزل كامل. ما اعرفش والله انا قادر اوصف لك اللي انا عايز اقوله ولا لا، بس انا اعجبت جدا بالاستراب دوت. وبالمناسبه بيطلع هديه مع الساعه لاول كام مشتري هيشتروه عرض مؤقت يعني. وبعد كده لما الاستراب ده يخلص طبعا مش هنعرف نخرج الاستراب ده هديه. انا بقول لك بس عشان ايه لما تطلبوا مني بعد كده اقول لك مش متوفر ما تزعلش مني يعني. المهم ادي نلبس بقى الساعه عشان نشوف مقارنتها مع الاكسوميتر في قياسات نبض. انا اعتقد بقى ان الشركات دي خلاص بدات تركب بقى سلاسل حقيقيه، وعادت بتخرج من جو ان هي تركب سنسور فيك يعني. المهم نعمل قياس ضرب القلب ونلبس الاكسوميتر ونشغله بالشكل ده كده. ده قياس معدل ضربات القلب يا شباب، ده الاكسجين في الدم. تعال نشوف بقى الساعه تعمل. الساعه جابت ان انا معدل ضربات القلب حاليا 73. شوف الاكسوميتر 79 اهو، هنا بقت 77 78 اهو 79. فايه ده الموضوع متقارب، حلو جدا الكلام ده. والقياسات تقريبا متقاربه هنا 81 79. بس طبعا عندنا اهم حاجه في المجهود هتعمل ايه، فهنجربها في المجهود كده ونرجع تاني. طيب عملنا شويه مجهود كده ودلوقتي هنقارن بالاكسوميتر. شايف النبض عامل ازاي؟ شوف النبض هنا. الساعه كذا مره الاكسوميتر بيدينا ارقام عاليه، الساعه مش بتدي نفس الارقام، فده دليل ان هي في الوضع الطبيعي تمام ممكن تديك ارقام كويسه، لكن في الرياضه وكده هيبقى صعب انها تديك ارقام كويسه يعني. طيب بعد نبض القلب هيكون عندنا هنا الالعاب الرياضيه، مجموعه من الالعاب المختلفه اللي ممكن تلعبها وانت لابس الساعه. ولو احنا دخلنا مثلا على المشي ده وليكن هنلاقي تحسب لك بقى التايم وخطوات والستبس والكالوريز
حاجات كتيره. كمان تقدر ان انت تسمع ساوند وتلعب الرياضه. لو انت عايز تخرج من المود بتعمل اوف بالشكل ده كده. ده بالنسبه لمجموعه الالعاب الرياضيه، فيها العاب كتيره جدا وممكن تخش كمان تحمل مجموعه اكتر من الالعاب. بعد كده يكون عندنا الحاله اليوميه بتاعتنا، الوضع الراهن، مشينا كام خطوه، حرقت كام سعر حراري، مشيت مسافه قد ايه. كل الخطوات دي او كل البيانات دي بتبان بالشكل اللي انت شايفه ده. بعد كده يكون عندنا هنا قياس النوم، بتقيس لك بقى نمت كام ساعه نوم عميق، كام ساعه نوم خفيف وهكذا، وداتا كامله برده عن النوم. بعد كده يكون عندنا هنا الساوند او التحكم في الساوند من على الساعه. عندك 2 اوبشن، ممكن تخلي الساوند يخرج من الساعه او يخرج من الموبايل زي ما انت عايز. الموضوع ده تقدر تتحكم فيه. كمان تقدر تخش تربط ايربود فتسمع الساوند اللي على الساعه من على الايربود مباشره. لو احنا عملنا بحث بالشكل ده كده، ده احنا مثلا وليكن الايربود الانكاكس ده هنلاقيه ظهر اهو، ده الايربود الانكاكس، نقدر ان احنا نربطه ونسمع بقى الساوند اللي على الساعه من على الايربود. بعد كده يكون عندنا هنا الاكسجين في الدم او قياس الاكسجين في الدم. طبعا يعني هنقول ليه يعتمد عليه لان القياسات في الساعات يعني مش هنتكلم عنها ونقول بقى ان هي بتقيس بشكل كويس. بعد كده عندنا هنا شويه اوبشنز ليها علاقه بقى، وده التحديث اللي موجود في الساعه دي عن الفيرجن السابق. فاول حاجه فيهم الروبوت او روبوت الذكاء الصناعي، بتخش عليه بالشكل ده كده وبتعمل كونكشن. تمام، هو الكونكشن موجود، بتخش بس تظبطه من على الموبايل. لما الكونكشن بيتم بتلاقي العلامه دي بتاعتهم بقت زرقاء، لما الكونكشن بيفصل بتبقى لونها احمر. اول حاجه هيكون عندنا هنا الروبوت او روبوت الذكاء الصناعي، بتسال اسئله وبيرد عليك. فدي الاضافات اللي موجوده في الساعه دي عن الفيرجن السابق. فيهم حاجات شغاله بشكل كويس وفي حاجات بقى تحتاج تتحمل. فعلى سبيل المثال يعني انت دلوقتي عايز تحمل تطبيقات من على الساعه، تقدر تحملها بسهوله وبسرعه اكتر من على البرنامج يعني. تمام، عايز تخش تحمل خلفيات برضه، ده هنا الخلفيات، عشان لو انت عايز تحمل خلفيات مباشره من على الساعه ما تحملهاش من على البرنامج، الموضوع بيطول قوي، فخش على البرنامج وخلاص. فالاوبشنز الاضافيه اللي في الساعه هي اوبشنز جديده، لكن ما قدمتش بالنسبه للتجربه حاجه كويسه يعني. ما فيش حاجه اضافيه يعني. زي ما انت شايف طول ما انا بتكلم معاك يا عم تحمل لسه الخلفيات، في حين اقدر اخش مع طبعا لازم تكون الساعه متصله بالبرنامج ومتصله كمان مكالمات، في حين اقدر بكل سهوله اخش اجيبها من على البرنامج يعني، فاهمني؟ فدي الاوبشنز الاضافيه. طبعا عندك كمان ده مترجم ويرفيد برو برضه موجود على البرنامج اسرع. فالاضافات اللي فيها مش اضافات يعني ايه ذات اهميه كبيره يعني. عندك هنا بقى الواجهات الخاصه بالذكاء الصناعي. عندك هنا الصور، تقدر تحمل برضه 6 صور، والست صور دول ممكن تاخد معاهم اكشن زي ان انت تخليهم خلفيه، او طبعا لو انت عايز تمسحهم احنا كده عملناهم خلفيه اهو. تقدر كمان لو انت عايز تمسحهم من برضو الساعه مباشره. بعد كده يكون عندنا هنا سجل الرياضات. لو احنا لعبنا الكتب، لو احنا عايز تحمل كتب من على البرنامج لازم يكون ليها امتداد معين، اعتقد TXT. بعد كده عندنا هنا قياس ضغط الدم، طبعا لا يعتمد عليه. المذكره الصوتيه او ان انت تعمل ريكورد، تقدر تعمل ريكورد من على الساعه مباشره. الو ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ منورين المكتبه تك، معاكم محمد في فيديو جديد هنتكلم فيه عن ساعه جديده وهي الساعه. احنا كده عملنا ريكورد، نقدر نخش نسمعه. الساعه مباشره. الو ازيكم يا شباب تقدر ان انت تبعت الريكورد على البرنامج لو انت عايز تبعته للموبايل وتسمعه بقى مع الموبايل مباشره يعني. بعد كده يكون عندنا هنا الاسترس او الضغط. طبعا خلينا نتكلم نقول بقى ان القياسات لا يعتمد عليها يعني. بعد كده عندنا هنا المكالمات والهاتف، نقدر ان احنا نتصل بارقام الاخيره اللي كلمتنا او نخش بقى على دليل الارقام اللي احنا باعتينهم من البرنامج للساعه. طبعا عندك مجموعه كبيره جدا من البرامج، مجموعه كبيره جدا من الارقام اللي ممكن تنزلها على الساعه مجرد ان انت تكون رابطها من خلال البرنامج. فبنخش حوالي من 50 ل 100 حسب نوع موبايلك. في ساعات بتاخد 50 وساعات بتاخد 100، هنشوفها دلوقتي في الجزء الخاص بالكونكشن. بعد كده يكون عندنا هنا الطقس او الويزر، شفناه قبل كده. بعد كده يكون عندنا منبه، نقدر نضيف في اوقات النبه من على الساعه مباشره، الساعه تعمل فايبريشن فيه. بعد كده عندك هنا حاجه اسمها التركيز، يعني تاخد شهيق وزفير مع حركه الدايره كده فتحد من التوتر بتاع التحكم في الكاميرا من على الساعه. نقدر نفتح الكاميرا بتاعه البرنامج وناخد اللقطه من على الساعه. هنشوفها كده ونشغلها بالمره. زي ما انت شايف اهوت الساعه بتعمل لايف فوتو للحاجه اللي هي بتصور. فمثلا الموبايل دلوقتي بيصور ايربود، هنبص هنا كده هنلاقي الموبايل بيصور ايربود. نقدر ان احنا ناخد لقطه بقى بالشكل ده كده احنا صورنا. ونقدر ان احنا كمان نقلب الكاميرا عشان لو احنا عايزين نصور بالكاميرا الاماميه بالشكل ده كده. طبعا الكاميرا عندي ضايعه جدا بس دي الكاميرا الاماميه. بعد كده بيكون عندنا هنا بقى البحث عن الموبايل. نقدر نبحث عن الموبايل بالشكل ده كده. الموبايل بيعمل فايبريشن وعشان هو سايلنت ما بيطلعش صوت. بعد كده عندنا هنا بقى الاشعارات، تمام، شفناها قبل كده. بعد كده عندنا هنا الكالندر او التقويم، ممكن نخليه بالشكل ده وممكن نخليه بالشكل الثاني ده. بعد كده عندنا هنا الاعدادات اللي فيها شويه تفاصيل برضه حلوه جدا. اول حاجه دي المعلومات الخاصه بيك او الداتا الخاصه بيك واسم الاكونت بتاعك. بعد الداتا الخاصه بيك والمعلومات الشخصيه عندك هنا بقى ايه الجزء الخاص بالاشعارات. هنا الجزء الخاص بالاشعارات، هنا عندك اول حاجه النقطه بتاعه الاشعار اللي هي بتظهر فوق كده بتعرفك في اشعار دلوقتي ولا لا، تمام. بعد كده عندك هنا النصائح بتاعه الاختراق، يعرفك بقى ايه، بيقول لك اول ما بيجي لك اشعار الشاشه
تنور، سواء انت مضلم الشاشه او مش مضلمها او الشاشه هتنور اول ما هيجي لك اشعار. وعندك هنا عايز يظهر لك الاشعار بشكل كامل ولا لا، طبعا اخفيها، مش محتاجين الكلام ده، انا برده مش ممكن ان احنا محتاجين فعلا ان هي تنور ساعه الاشعار. بعد كده يكون عندنا هنا بقى الداتا اللي حوالين الساعه، او اسم الساعه اتش كي 10 برو ماكس بلس الجديده، طبعا هي جايه من براند اتش. بعد كده عندك اعدادات اللغه بنعملها تزامن مع الموبايل. عندك هنا الكيو ار الخاص بالبرنامج، عندك لو عايز تعمل استعاده ضبط مصنع، وعندك هنا عايز تعمل ريسيت ولو عايز توقف الساعه. ممكن بعد كده نخش هنلاقي بعد كده هنا بقى الشير الداتا اللي انا قلت لك الاوبشن الجديد اللي في الساعه هي متصله دلوقتي. بعد كده عندك هنا وضع عدم الازعاج، بتفتحه وتقفله من هنا، وممكن تعمل جدوله يبقى في وقت بدايه ووقت نهايه في وضع عدم الازعاج. عندنا بعد كده هنا البلوتوث، لو احنا عايزين نربط ايربود حوالينا عشان الساوند اللي على الساعه نسمعه على الايربود. بعد كده هنا الاوبشن الخاص بالعرض والسطوع، هنا مستويات السطوع بتاعه الشاشه. عندك هنا لما نرفع ايدنا الشاشه تنور، عندك الاوبشن لما نعمل ايدنا كده الشاشه تضلم، ترفع ايدنا تنور، الاثنين مع بعض اهو. طبعا عندك وضع الاولويز اون ديسبلاي اهو زي ما انت شايف، ادي اوبشن اهو الاولويز اون ديسبلاي شغال زي ما انت شايف بالشكل ده. وعندك هنا بقى انماط الاولويز اون ديسبلاي في كذا نمط تختار ما بينهم، يعني انا بحب قوي نمط العقارب ده، بيكون شكله كويس جدا بالنسبه لي. طبعا عندك بعد كده هنا اوبشن ان الساعه تفضل منوره طول الوقت لو انت عايزها، داخله في الاولويز اون ديسبلاي منوره طول الوقت ده، يعني الحاجه اللي انت واقف عليها تفضل منوره لمده 20 دقيقه، لو سيبنا الساعه كده 20 دقيقه مش هتضل. بعد كده عندك هنا لو انت عايز تخلي الخلفيه بتاعه التطبيقات منوره لونها اخضر او تقفلها فتبقى اسود، عندك بعد كده التحكم في حجم الخط، عندك بعد كده الشاشه تضلم بعد وقت قد ايه، فتفتح من اول 5 ثواني لحد 30 ثانيه. عندك بعد كده هنا شاشه التنبيه تفضل منوره الوقت قد ايه، لما يجي لك اشعار تفضل الساعه منوره الوقت قد ايه. عندك بعد كده هنا التحكم بقى في شكل التنقل ما بين القوائم وبعضها، وعندك هنا التحكم في شكل التنقل ما بين برضو التطبيقات وبعضها، اوبشنات في دوران مكعب، تمديد افقي، تكبير، وهكذا. بعد كده في هنا شكل التطبيقات نتحكم فيها عايزين شكلها عامل ازاي. طبعا احنا في الريفيو بس بنختار الشكل ده عشان نقدر نشرح عليه، لكن انت ممكن تختار اي شكل زي ما انت عايز. بعد كده هنا الروبوت الخاص، الروبوت اللي بيظهر على الشاشه الرئيسيه ممكن تفتحه او تقفله من هنا. عندك هنا بقى التحكم في الايماءات، لو انت عايز تهز ايدك كده فتفتح مكالمه لما المكالمه تجيلك اهوت ممكن تفتحه وتقفله، خاص بالمكالمات وخاص بقفل المنبه. عندك التحكم بقى في الزراير ديت ممكن تغيرها لما تضغط ضغطتين، ده ممكن نخليها ان احنا نغير الخلفيات، اوبشن جديد والله ده لسه معمول، ان احنا لما هنعمل كده هنغير الخلفيات. حلو ده. او ممكن نخليها ايه تاني برضو، في ممكن نخليها تبديل او تبديل التجهيز الذكي، كلها حاجات خاصه، كلها 3 حاجات ممكن ايه فيهم احسن لي بالنسبه لي فيهم تبديل الواجهات يعني. تمام. بعد كده هيكون عندنا هنا التحكم في الصوت واللمس، ده صوت الساعه، وهنا صوت الوسائط نفتحها ونقفلها من هنا. وعندك هنا عايز الساعه تضرب رنه ولا لا، وعايز الفايبريشن يضرب ولا لا، او يكون في فايبريشن ولا لا، تفتحه وتقفله هنا وتخليه قوي وضعيف. نغمه موجة النظام برضو تفتحها وتقفلها من هنا. نغمه الرسائل، وعندك هنا الفايبريشن الخاص بالسكرول تفتحه برضو وتقفل من كده، بيكون في فايبريشن كده، ما يبقاش في فايبريشن، يهما يعني افضل بالنسبه. بعد كده لو انت عايز تعمل كلمه مرور، بعد كده هنا التحكم في اوبشن البطاريه، تعرف البطاريه قد ايه واستهلكت قد ايه. بعد كده عندنا هنا اوبشن خاص بالنوم، وضع السكون بتفتحه وتقفله من هنا، وبتحدد وقت بدايه ووقت نهايه. بعد كده برضو السيتنج الخاصه بالالعاب الرياضيه، هنا قفلت ان الساعه تعرف لوحدها ان انت بتعمل رياضه، وهنا بقى ايه الساعه تفكرك انك محتاج تلعب رياضه، واوبشنز برضو مختلفه عن الالعاب الرياضيه. طبعا السيتنج الخاصه برضو مع ضرب القلب، في هنا هو في سيتنج مختلفه لقياسات ضبط القلب بقى وقياسات ضربات القلب، بس طبعا بما ان هي مش بتقيس كويس فيعني مش هنهتم قوي بيها. الساعه بجانب السرير لما تحط الساعه على الشاحن وهي تشحن بتبقى بتنور او بتديك التايم بتاعها طول الليل. بعد كده عندك هنا اعدادات الوقت، طبعا بنخليها تزامن مع الموبايل. الجزيره الذكيه بتظهر بقى قدام فوق الشاشه الرئيسيه الخاصه بالشحن الخاصه بالساوند، تفتحها وتقفلها هنا لو انت محتاج. وضع توفير الطاقه من الحاجات الكويسه جدا اللي اتضافت، عندك هنا وضع توفير الطاقه لو عايز تفتحه وتقفله من هنا. وعندك من الحاجات الجديده اللي اتضافت او مميزه جدا وهو استهلاك البطاريه، وتقدر ان انت تحافظ على البطاريه باوبشنز كتير. هو بيديك نصايح، ممكن تقوم بتخفيض سطوع الشاشه، فتمام. عندك هنا كذا حاجه بتعملهم عشان خاطر تقلل من عمر البطاريه. طبعا الساعه نورت ضلمت جامد فهنخش ننورها بقى. واخر حاجه في السيتنج هيكون عندنا هنا دليل بقى، يعني دليل مساعد، طبعا ده خاص بالبرنامج. طيب عندنا ايه بعد كده في القائمه؟ بعد كده هيكون عندنا في القائمه المؤقت، لو عايزين نعمل اوقات الساعه تنبهنا فيه، والاله حاسبه موجوده بالشكل ده. عندك كمان هنا لو انت عايز تعمل اوبشن طرد الميه، بس ده ما انصحكش انك تعرض الساعه للميه ان هي مش مقاومه للميه، فاي ميه ممكن تاثر عليها، بخلاف بقى العرق، المطر، الرذاذ، الحاجات البسيطه. تمام. بعد كده عندك هنا المساعد الصوتي او سيري او جوجل اسيست حسب نوع موبايلك. عندك هنا التحكم في الفيديوهات هنجربها في الكونكشن. عندك هنا الاوبشن الخاص بالبوصله، بنهز بس الساعه بالشكل
بالشكل ده كده. بعد كده هيكون عندنا هنا الاوبشن الخاص بالكيو ار الخاص ببرامج السوشيال ميديا لو انت منزلها على الساعه. اوبشن المحفظه طبعا مش مدعوم في مصر هنا. الساعه العالميه لو انت بتتابع الساعه في اي دوله فعلا بتظهر معاك بالشكل ده. واخر حاجه لو انت منزل لعبه او هتلعب اي لعبه من على الساعه، طبعا اللعبه بقت سلسه جدا عن الفيرجنات السابقه الصراحه، يعني صراحه الفيرجنات السابقه كانت لعبه بتهنك فيها بشكل ملحوظ يعني، لكن المره دي بقت سلسه بشكل افضل يعني. تمام. ده بالنسبه للسوفت وير والمواصفات الخاصه بالساعه وشكل الساعه من جوه وايه الاضافات او الحاجات اللي فيها. كنت بكلمك من شويه على النقطه بتاعه الاشعار، هتلاقيها بتضرب كده طول الوقت فوق هنا زي ما انت شايف لمبه الاشعارات اهي. فهنخش على الجزء الثالث من الفيديو ونتكلم معاه. الساعه بتشتغل على برنامج الويرفت برو، برنامج غني عن التعريف اللي اتكلمنا عنه كتير جدا جدا جدا، بقالنا مسين بنتكلم عنه من 2020. هنقول ان في ساعات بتشتغل على برنامج الويرفت برو. برنامج سهل سلس يعني، تقدر تجيب منه نسخه مهكره تاخد البرامج او الخلفيات اللي عليها مجانيه. في واجهات مختلفه زي الواجهات الخاصه بالصحه، زي الواجهات الخاصه بالصحه بتاعتك بقى على مدار اليوم. وهنا لو عايز تلعب العاب رياضيه متعدده او مختلفه من على البرنامج مش شرط من على الساعه. وهنا بقى عشان لو عايز تتفرج على فيديوهات. والجزء الخاص بينا وهو الجزء الخاص بالمعدات، بنربط الساعه من المكان ده وزي ما انت شايف اسم الساعه HK10 برو ماكس بلس. عندك هنا المسافه او الداتا الصحيه بتاعتك على مدار اليوم. وهنا الخلفيات، مجموعه كبيره مميزه جدا من الخلفيات اللي اعتقد مش موجوده في اي برنامج تاني. دي الميزه. العيب ان فيهم حاجات كتيره بفلوس، لكن في خلفيات تقدر تحملها بسهوله زي ما انت شايف كده. تحمل خلفيه، وكمان تغيير الخلفيه او تنزيلها على الساعه بيكون سريع جدا وسلس جدا. في اقل من 4-5 ثواني بتلاقي نفسك حملت الخلفيه. تقدر تحمل اكتر من 6-7 خلفيات في نفس الوقت. كمان تقدر تنزل صوره شخصيه زي ما انت شايف الخلفيه احنا حملناها في كاتيجوري مختلفه وتصنيفات مختلفه. وعندك في الفري لو انت مش عايز تدور عليهم، في تصنيف كامل للخلفيات المجانيه تقدر ان انت تحمل منهم براحتك. وزي ما قلت لك في بقى اكونتات متهكره ممكن تجيها من على النت. يعني حاليا انا مفيش حاجه تحت ايدي الاكونتات المتهكره، لكن في اكونتات متهكره بتاخد منها الخلفيات كلها فور فري. تمام. لو انت شفت الخلفيه اللي احنا حملناها ونقدر كمان نحمل اكتر من خلفيه 2 3 4 خلفيات، بخلاف خلفيه الاي اي وخلفيه الصوره الشخصيه. دي صوره شخصيه. بعد كده من الحاجات المهمه عندنا ان احنا نقدر نفتح التنبيهات. يعني عندنا تنبيهات نقدر نفتحها الخاصه بالاشعارات بقى وخاصه بالمكالمات والSMS والكلام ده. انا فاتح الحاجات الاساسيه، وعندك انت تقدر تفتح الحاجات الاضافيه كمان. من ضمن الحاجات المهمه الهاتف والSMS. فالاشعارات شغاله بشكل كويس جدا على الساعه، وبتلاقيها بتيجي على الشاشه بالشكل ده كده بتاعت الساعه. فاوبشن حلو جدا، والخط العربي واضح وجميل ومميز، والبرنامج بيجي بقى بشكل الايموجي بتاعته. تفصيله كده حلوه رايقه تعجبك في الساعه اللي معاك. عندك هنا سوق التطبيقات. دي تطبيقات تقدر تحملها من على البرنامج بتاع الويرفت برو عشان التطبيقات عباره عن ايه؟ عباره عن برامج وعباره عن العاب، حاجات كده هيلسي. شويه العاب مش شغاله على كل الموبايلات، في موبايلات شغاله عليها وموبايلات لا. فده برده من الاوبشنات اللي موجوده على الساعه. عندك هنا بقى الموسيقى المحليه، تقدر ان انت تحمل ساوند من على الموبايل للساعه. اي ساوند عندك وليكن مثلا تخش على الساوند بالشكل ده. دي مثلا الساوندات اللي على الساعه اصلا تقدر تحملها على الساعه بالشكل ده كده، فبالتالي تقدر تسمعها من على الساعه بقى من غير استخدام الموبايل خالص. زي ما انت شايف اهو ده شكل تنزيل الساوند. دي الطريقه بتاعه تحميل الساوندات. بعد كده في عندنا هنا كمان لو احنا عايزين نعمل خلفيه بالذكاء الصناعي، فبتقوم تختار اي شكل من الاشكال دي حسب الخلفيه اللي انت عايز تعملها، وبتبدا بقى تقوم قايل ايه كلمه ليها علاقه بالشكل او بشكل الخلفيه اللي انت عايزها من خلال الساعه، والساعه بتعمل لك او البرنامج بيعمل لك خلفيه بالذكاء الصناعي. عندك هنا بقى الترجمه، ده اوبشن يعني بيترجم من صيني لانجلش بس. بعد كده عندنا هنا الاعدادات الاخرى اللي فيها بقى ايه التسجيل اليومي بالحاله الصحيه بتاعتنا. عندك هنا ان الساعه تقيس على مدار اليوم، عندك هنا ويك اب، وعندك الساعه تفضل تنور لمده قد ايه بعد الاوبشن ده لمده قد ايه، فتقول له بعد 15 دقيقه او بعد ساعه، لكن خليها دايما. تمام. وبعد كده عندنا هنا اوبشن ل 12 ولا 24 ساعه تحاول نقفله من هنا. تنبيهات خاصه بنبض القلب بقى، وتنبيهات خاصه بالنوم، والحاجات اللي موجوده كلها في السيتنج هتلاقيها موجوده هنا تاني. في عندنا بقى الاكثر شيوعا دي الحاجات برضو اساسيه، منهم الجهات الاتصال المفضله. تقدر تضيف لحد 100 اسم، تقدر تضيف فيهم لحد 100 اسم زي ما قلت لك قبل كده. ومع الايفون تقدر تضيف لحد 50 اسم. بطاقه الاعمال الخاصه ببرامج السوشيال ميديا، عشان خاطر لو حد عايز ياخد الاكونت بتاعك ياخده من خلال سكان الQR. تقارير الطقس بتفتحها وتقفلها من هنا. وبعد كده عندك هنا البحث عن الساعه. بعد كده عندنا هنا التذكير الخاص بالصحه، تذكير بالجلوس، تذكير بشرب الماء، تذكير بالحركه، بالدواء، بالقرايه، بالسفر. دي كلها اوبشنز ممكن تفتح. عندك بعد كده هنا المحفظه، طبعا اوبشن مش مدعوم عندنا. المنبه لو انت عايز تضيف منبه من على البرنامج. التقاط الصوره كنا شفناها في الجزء اللي فات. عندك كده لو انت عايز تحمل بقى كتب على الساعه زي ما قلت لك قبل كده لازم بامتداد معين. هنا برضو الجزء الخاص بيه برضو خلفيه عن طريق الذكاء الصناعي. هنا لو انت عايز تعمل خلفيه خاصه بقائمه من جوه، تقدر انت تخش هنا كده وتعمل الخلفيه، او ده الجزء الخاص بيه الخلفيه
الخلفيات لو انت عايز تعمل خلفيه خاصه بيك. وبعد كده عندنا هنا ال NFC واضافه بطاقه دفع من خلال الساعه. عندك هنا البوم الصور، ولو انت عايز تضيف صور بتضيف لحد 6 صور، احنا ضايفين 6 صور شفناهم قبل كده. عندك هنا بقى لو انت عايز تحمل او تحمل بقى الساوندات اللي انت عملتها قبل كده. احنا كنا عملنا ريكورد تسجيل صوتي اللي هو ده، ممكن نبعته للساعه للموبايل، فبعتناه للموبايل بالشكل ده عشان لو احنا عايزين نحمله بقى عندنا ونحفظه عندنا، نزل بقى على الموبايل مباشره ونقدر ان احنا بقى نسمعه من على الموبايل. ريكورد من على الساعه مباشره. الو ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ منورين مكتبتك، معاكم محمد. تمام. في بعد كده هيكون عندنا هنا بقى الاداره بتاع الكالندر، نقدر احنا نضيف داتا. يعني مثلا ممكن اقول له بكره مثلا عايز اعمل كذا كذا، فاقدر من خلال الساعه اعرف داتا بتاعه الكالندر اللي انا سجلتها. ده بالنسبه للبرنامج وربط الساعه بالموبايل. بعد كده بقى في عندك هنا الاذونات بتاعه البرنامج، فيديو تعليمي عن البرنامج، دروس للرسم برضه خاصه مش خاصه بالساعه يعني. في عندك عدد ضبط مصنع وحاجات كلها يعني مش ذات قيمه. ده الاكونت بتاعك بقى، اسمك وبياناتك والتفاصيل. طيب احنا كده رابطين الساعه عن طريق البرنامج وعن طريق البث المباشر. هتلاقينا هنا اهو تصل عن طريق مشاركه النت. القصه بتاعت ان احنا نفتح اللوكيشن او نفتح اتصال خاص بمشاركه البيانات اللي احنا بناخد منها الداتا. زي ما انت شايف فتحتنا. عندك بقى هنا الصوت نقدر نفتحه برده من هنا، بس احنا محتاجين اول نفتحه من على الساعه. ممكن نخش من الساوند كده، من التحكم في الساوند، ونفتح الساوند يكون من على الموبايل. تمام، فتحت اهي كده. الساوند هيخرج من على الموبايل. لو ضغطنا كده الساوند هيخرج من على الساعه. لو احنا شغلنا اي ساوند بالشكل ده كده الصوت خارج من الموبايل. نقدر ان احنا طبعا نوقف كده الصوت خارج من الموبايل. نقدر احنا نوقف الساوند ونقدر نشغله. نقدر نجيب الساوند اللي بعد كده، نقدر نجيب الساوند اللي قبل كده. نقدر كمان ان احنا نعلي الصوت او طيب عايزين نسمع بقى من على الساعه، نقوم ضاغطين على الاوبشن ده كده. كده الصوت اهو خارج من على الساعه. نقدر برضو ان احنا نوقف ونشغل ونجيب الساوند اللي قبل كده ونجيب الساوند اللي بعد كده. ليه بقول لك حوار ان انت توصلها على الساعه او على الموبايل؟ عشان لو انت موصل ايربود. طب احنا هنوصل ايربود بالشكل ده كده، هنوصل ايربود اهو ونسمع من على ايربود. تمام. فدلوقتي الصوت هيخرج منين؟ كده الصوت مش في الساعه، نقفله من الساعه كده اهو، هنخليه في الموبايل، وهيبقى الصوت هنا معانا في السماعه. فنقدر ان احنا نسمع كده الصوت عندي في السماعه اهو. نقدر ان احنا بقى نتحكم برضو نفس الكلام، نتحكم في الساوند. فزي ما احنا شفنا نقدر نتحكم في الساوند بشكل كويس جدا، سواء احنا رابطين الساعه عن طريق البرنامج او عن طريق البث المباشر بسيان يعني، وهتقدر تستفاد بالاوبشن ده بشكل كويس. عندنا ايه تاني مهم ممكن محتاجين نعرفه؟ عندك بقى الجزء الخاص بالحاجات الاضافيه اللي اتضافت في الساعه. الحاجات دي كانت موجوده في الساعه الاتش كي 10 الالترا واي فاي لو تتذكر، لكن كانت عن طريق ان احنا نوصل الساعه دايركت بالواي فاي اللي في المكان. لكن احنا هنا الكونكشن بقى مختلف شويه، بقينا بنشير الداتا بتاعه الموبايل مع الساعه، مش بنربط الساعه دايركت واي فاي. الاوبشن ده اختلف. دي الحاجه الاضافيه اللي موجوده في الساعه الاتش كي 10 البرو ماكس بلس عن الاتش كي 10 الفيرجن السابق. زي ما انت شايف اهو، احنا بنفتح البلوتوث وبنفتح كمان الجزء الخاص بالشير داتا. بنشير الداتا بتاعه الموبايل مع الساعه، هتلاقيها موجوده هنا اهي، شايف موجوده في الموبايل، كنت قلت لك قبل كده. فنقدر ان احنا نتحكم فيها بشكل كويس. ومجرد ما احنا بنفتح الاوبشن ده ونخش على القائمه كده بنلاقي الحاجات دي زرقت كده. بس انا عايز اقول لك حاجه مهمه، هو اوبشن موجود في الساعه، انا ما اعتقدش ان هو يكون مفيد. يعني مثلا على سبيل المثال لو دخلنا هنا عشان نغير الخلفيه، الموضوع بيطول قوي. يعني انت ممكن عشان تغير خلفيه تقعد لك دقيقه ونص. امر يعني في الزمن اللي احنا فيه ده ان انت تقعد تغير خلفيه عشان توصل للخلفيه وتغير. شوف كل اللي انا عمال اكلمك عشان بس اوريك ان الموضوع مش بالسلاسه اللي انت فاكرها يعني. تمام. في حين ان احنا دخلنا على البرنامج اهوت وهنخش نختار خلفيه وهنبعتها على الساعه، ولسه الساعه بتشرد. هو اضافه، لكن يعني حاسس ان هي مش اضافه ذات قيمه. يعني انا اللي شايفه كويس جدا واللي شايفه اضافه فعلا حقيقيه في الساعه هو الوان الشاشه اتحسنت بشكل كبير عن الفيرجن السابق. يعني الوان الشاشه ما شاء الله تحفه. كمان البطاريه استهلاكها احسن شويه من الفيرجن السابق، وتاريخ تصنيع احدث. دي الحاجات المهمه اللي انت لما تيجي تختار الساعه دي على اساسها فهيكون ده الاوبشنز الكويس. على سبيل المثال هنغير مثلا الخلفيه دي كده، لازم نمسح حاجه. هنخش كده نمسح اي خلفيه من الخلفيات اللي احنا منزلينها، وليكن مثلا نمسح الخلفيه دي. لازم نمسح خلفيه عشان ننزل بقى خلفيه جديده. مسحنا دي مثلا وننزل الخلفيه دي. ده كل ده اسرع من ان انت تحملها عن طريق الساعه نفسها يعني. وادي زي ما انت شايف ادي الخلفيه اتحملت. تعال نشوف بقى ايه تاني ممكن محتاجين نعرفه من خلال الكونكشن. خلاص احنا شفنا الصور، المذكره الصوتيه خلاص شفناها، ان احنا نعمل تزامن خلاص. الحاجات دي اللي اتكلمنا عنها قبل كده مش بنتكلم عنها تاني كده. تقريبا كل الحاجات المهمه اللي في الكونكشن اتكلمنا عنها. اخر حاجه اكلمك عن اظهار اسم المتصل
متصل. الساعه بتبقى زر اسم متصل بشكل كويس جدا من غير ما انت تكون محتاج ان انت تسجل اسمها، لكن خليني اوريك زر اسم متصل. بتقول ايه الخلاصه بقى ورأي عام عن الساعه الاتش كي 10 برو ماكس بلس اللي احنا عملنا ليها ريفيو بتاعها؟ بص يا غالي، انت بتاخد ساعه من احسن وافضل الساعات اللي اشتغلنا فيها على مدار سنين. يعني من اول اتش كي 8 هنقدر نتكلم في السيريس 10، وده الفيرجن الاخير من اتش كي. سيبك بقى من اتش كي 25 و22 و30 والكلام ده، كلها دي مسميات. احدث فيرجن الاتش كي هو الاتش كي 10 برو ماكس بلس. لو احنا بندور على الشكل السيريس، معاك ساعه مستقره في الكونكشن، برنامج حلو فيه خلفيات كتيره، زر اسم متصل، خط عربي حلو، الوان شاشه جميله، بطاريه كويسه هتكمل معاك اليوم بشكل كويس، تقعد يوم ونص ويومين وثلاثه حسب استخدامك، ولحد 4 ايام حسب استخدامك. عايز ايه من الساعه كساعه كوبي وشكل؟ بتقبل طبعا استرابات بتاعت ابل كلها واكسسوارات ابل. شكل السيريس قوي لدرجه ان انت ممكن لو حد ما يعرفش اصلا الساعه الاصليه انت ممكن تقنعه ان هي دي الاصليه لو انت حابب يعني، ولو انت ما حبش كده. معاك اللوك ستراب، معاك شاشه سوبر اموليد، اظهار اسم متصل، فكساعه كوبي كده 100 فل و14. لو انت بقى عايز حاجه ازيد من كده ما تدورش في الساعه الكوبي، تروح لساعات اصليه. ليه؟ لان لو انت قلت لي ان من الديفوهات ان الساعه مش بتقيس كويس، فانت كده عايز حاجه اصليه. يا باشا ناخدك من ايدك ونوديك على الاصليات. مش هصل عليك في الريفيو اكتر من كده يا غالي. كان شكرا خاص ريفيو خاص بالساعه الاتش كي 10 برو ماكس بلس. ما كنتش طولت عليك، اتمنى يكون الريفيو وضح لك كل حاجه محتاج تعرفها عن الساعه. في النهايه ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه، ولو الفيديو عجبك ادينا اللايك الجميل، فعايزك بقى عشان اوصلك كل جديد في عالم السمارت ووتش بشكل خاص، اكسسوارات الموبايل بشكل عام. كان معكم محمد في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.